كان هشام، الشاب الشجاع ذو القلب النقي، يعيش في إحدى القرى الصغيرة. كانت أيامه تمضي بين العمل الشق في حقول الأرز ورعاية الحيوانات التي كانت تملأ فيناء منزله البسيط. ورغم أن حياته كانت بسيطة، إلا أنه كان يحمل حلما كبيرا في قلبه، حلم الارتقاء بحياته ومساعدة الفقراء في قريته. كانت الأيام تمر ببطء، ولكن هشام كان دائما يؤمن بقوة العمل الجاد والصدق. كان يواجه التحديات بابتسامة، وكانت إرادته تدفعه نحو تحقيق أحلامه. في يوم من الأيام، اكتشف هشام كنزا قديما مدفونا في حقله. كانت هذه هبة من السماء تغير حياته. استثمر هشام هذا الكنز بحكمة، وبدأ في بناء أعمال تجارية صغيرة. نمت ثروته تدريجيا، ولكن لم يغفل هشام عن مسؤولياته تجاه المجتمع. قرر أن يستخدم ثروته لمساعدة الفقراء وتحسين ظروف حياتهم. أنشأ هشام مدرسة للأطفال الفقراء، وقدم فرصا تعليمية للشباب الموهوبين في القرية. قام بتوفير مساعدات غذائية وطبية للعائلات المحتاجة، وشجع الأهالي على تحسين ظروفهم المعيشية. بدأت القرية تتحول تدريجيا إلى مكان أفضل بفضل جهود هشام وعطائه. كان يعتبر بطلا للقرية، والأطفال كانوا يتمنون أن يكونوا مثله يوما ما. وفي النهاية، اكتشف هشام أن أكبر ثروة يمكن أن يمتلكها الإنسان هي القدرة على تحقيق الفارق في حياة الآخرين. وبهذا الدرس، عاش هشام حياة مليئة بالمعنى والسعادة، وأثبت أن القلوب الطيبة تصنع العالم أفضل.